السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد، فيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على الرسول ونسمي بالله لا اله الا الله. النهارده هنعمل طريقة الفاصوليا الخضراء بالطريقة بتاعتي اللي انا بعملها بيها او متعودة عليها. عندي الفاصوليا بغسلها الاول، بغسلها قبل ما اقطعها. بغسلها غسلة حلوة واكب عليها شوية خل يعني وانا بشطفها. وبعد ما اغسلها واطلعها يعني كده ابتدي اقطعها. تقطعيها بقى القطعة اللي انت عايزاها. تمام. بحط بقى معلقه سمنه كبيره في الحله على البوتاجاز. لو عندك حته ليا حطيها. انا بعملها بالسمنه. لو انت عايزه تعمليها اي ماده دهنيه من يعني اللي انت تختاريه، انا بعملها بسمنه. وعايزه تعمليها بزيت اعمليها، بليا اعمليها. يعني انا الوقت لو عندي ليا في الوقت اللي انا كنت بعملها فيه انا كنت حطيتها مع السمنه، هتديها طعم حلو. المهم حطيت بقى السمنه وهنزل بالبصل. تمام كده. تمام كده. معلش بس انا مش عارفه انا كنت فين. اديني كنت جبت كده البصل، فرمت كده بصله كبيره حلوه، بصلايه كبيره. بعد ما حطيت البصل على البوتاجاز انا مش عايزه البصله تصفر معايا ولا تحمر ولا اي حاجه، يا دوب بس اخليها تدبل كده زي ما انتم شايفين. وهنزل بمعلقه توم، معلقه توم كده حلوه كبيره. هنزل اهي معلقه التوم دي. تمام. يا دوب ريحه التوم تطلع بس، واروح حاطه الفاصوليا الخضراء. الفاصوليا الخضراء اكله من الاكلات الشتويه المغذيه للاطفال. في اطفال ما بتحبهاش، بس الطريقه دي هتحببهم فيها، هيخلوهم يحبوها. طعمها حلو قوي بصراحه، عجبتني وبتعجب عيالي وفي ناس كلتها عندي فعجبتهم. بنقلب الفاصوليا الخضراء في البصل. بعد البصله ما دبلت مش اصفرت، البصله دبلت وحطيت فيها معلقه التوم، ريحه التوم طلعت، رحت حاطه الفاصوليا. هفضل اقلبها كده تقلبتين حلوين. وبعد ما اقلبها هعصر فيها 5 طماطمات. تضربيهم بقى على الكبه، تضربيهم على الخلاط زي ما تحبي. مش عايزه طماطم كتيره، ماشي، لان الفاصوليا ما بتحبش الطماطم الكتير. يا دوب بس هتلونيها بس. بس انا كده خلاص قلبت الفاصوليا مع البصل لغايه لما حسيت ان الفاصوليا بدات تشرب من البصل، او ميه البصل تشربتها كده وبقى طعمها يعني ريحتها مع ريحه البصل. اهم كده الخمس طماطمات اللي انا ضربتهم، مش طماطم مش كتير بس. وهقلبهم واسيبهم يتسبكوا. لو انتي يعني اي حد بيشوفني، لو انت عايزه تعمليها من غير لحمه اعمليها من غير لحمه. ترمي فيها مكعب دجاج، ما يعني هي المرقه دي وخلاص على كده. عندك شويه شوربه زوديها بيها. بس انا هنا كنت سالقه لحمه بره فهحط لها لحمه. المهم انا كده حطيت لها التوابل بتاعتها. حطيت لها ايه؟ معلقه كزبره، معلقه بابريكا مدخنه، معلقه فلفل اسود، والملح بتاعها. تمام. يبقى فلفل اسود، ملح، بابريكا، كزبره ناشفه بس. واسيبهم بقى يسبكوا مع بعض. تمام كده. تمام كده. ومعلقه هريسه. انا عامله كده هريسه في البيت فبحب احطها في الاكل، بتدي لون حلو. انا كده كنت سالقه اللحمه بره بس فاضل لها تكه واحده. يعني انا سالقه اللحمه وخدت وطلعتها من الشوربه وخليتها على تكه. التكه دي هتاخدها بقى مع الفاصوليا. انا كده كنت الفاصوليا اتسبكت كده، الفاصوليا كانت اتسبكت وخلاص استوت. تمام. بردك كان فاضل لها تكه بردك الفاصوليا. رحت راميه فيها اللحمه واسيبهم ياخدوا غلوه واحده بس مع بعض. انا هنا بزودها بالشوربه. عايزه تزوديها بالشوربه زوديها، عايزه تزوديها بميه زي ما قلت لك زوديها. تمام. وادي كده الفاصوليا اهي مع شويه رز بشعريه جنبها، وهتاكلي احلى فاصوليا. طريقه حلوه مميزه وطعمها جميل. دوقيها مش هتندمي، او اعمليها مش هتندمي. طريقه حلوه وبتعجبني وبتعجب العيال. انا الاول ما كنتش بحب الفاصوليا، بس لما بدات اعملها بالطريقه دي ومامتي قالت لي على الطريقه دي فبقيت بعملها على طول. عجبتني. ويلا سلام عليكم.